جلوط العمدة اللي كنا بناكلوه زمان واحنا صغيرين وبنتسعروا عليه من حلاوته، ودلوقتي مش موجود في اي حتة خالص، ولا هتلاقوه في الدكاكين ولا حد يعرف يشتريه. اني بقى بيضة هنخليكم تعملوه، بس صلوا على سيدنا محمد. هتجيب الدحي كده وتفصل البياض عن الصفار كويس قوي، لان البياض لو ما تفصلش عن الصفار عيشتك هتبقى مرار والوصفة هتبوظ والضحية كله هيترمي، والضحية غالية بالشيء الفلاني، وهترجعوا تلوموا عليا وتقولوا ام ابراهيم خلت وام ابراهيم سوت، وانا خلقي ضيق هنجيب الجزمة ونقطعها على دماغكم. فتركزوا معايا كده واحدة واحدة. وبنفس الطريقة كده عندك بيض ماشي، عندك ضحية ماشي، اللي عندك يا مرة اعمليه. وجبت بقى الصفارة على جنب كده، وجبت البياض على جنبه معاكو اهوت، وجبت حلة صغيرة ونزلت بالبياض. البياض مش عارفة عطى على لون صرنا كده ليه، مش المفروض يبقى لونه ابيض. وجبت كده اهوت كبشتين سكر وبوج مية ورشة فانيليا، لان ريحة الزفرة بتاعت بياض البيض نطني. وجبت بقى حمام مريم ولا حمام سعيدة اللي بيقولوا عليها على البخار دي، وقعدت ندوب بقى تقلبي لحد ما يدوب معاك السكر المكلكح كله، ويبقى القوام زي الدنون كده، زي البربور بتاع البرد كده، يلف معاكي كده وتحس ان الخليط بقى ضاف شوية، يبقى كده بقى مية مية. وحندرب بقى يمين في شمال وشمال في يمين ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق لحد ما يديني اللي انا عايزاه. واحلى حاجة بقى هتحطوها هتظبط لكم القوام بتاعها معلقة الخل دي، من غيرها يبقى كأنكم ما عملتوش حاجة خالص. شايفين بقى مرغي كده بقى تمام. خدته بقى وحطيته في قلب الكبة عشان نفرمه فرمتين كده لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. وواحدة واحدة بقى البتاعة هتمسكوا تضربوا وتخفقوا في بعضه كده لحد ما يدي لون ابيض كده ومتجانس، وهيبقى زي العسل معاكوا الضلوع، وبيض وبقى زي القشطة ومسك في بعض. وسر مسكان البياض معلقة الخل اللي حطيتها عليه، من غيرها ما كانش هيكفش القفشة السودا دي. وهو شايفين انتوا المنظر حاجة جميلة خالص والله ما فيه بعد كده. اهم حاجة بس تجيبوا بسكوت مدور ومكعور زي دي، وتجيبي كده الخليط بقى وتحطيه في قلب الكيسة وتخرميها بسنانك، وتجيبي البسكوتي وتزربي عليها كده، وقلوطة ورا قلوطة هتبقى معاكي مية مية. والله سهلة خالص، انتوا اللي بتصعبوها على نفسكوا. يلا اعملي عرمة ورا عرمة هتلاقيها معاكي اجمل فورمة. والحاجة في قلب الدار احسن ما تروحوا تدوروا عليها هنا ولا هنا، وحتى لو دورتوا وطلع ميتين ابوكوا مش هتلاقوها، ده اتمنعت من زمان وكلنا نفسنا ناكلوها. والله انا واحدة من الناس تعبت قوي لحد ما عرفت نعملها، وزي العسل هي زي ما انتوا شايفينها، وفي اقل وقت بتطلع على طول. زمان كنت ناخد مصروفي ونصرفه كله على جلاليط العمدة الملعونة دي، كان خارب بيت ابوي، بس بصراحة يستاهل عليه طعم ابن لذيني. شايفين المنظر بتاعه عامل ازاي؟ وجبت قالب شوكولاتة، مش شوكولاتة المرة اللي زي الصبر ديت، وحنمسكها بقى كده هو نبشرها بشرة حلوة عشان تدوب معايا وتفك على طول، ما تغلبنيش. وابشر ابشر ابشر زي الحلاوة اهيت. وجبت بقى المية اللي بتغلي كده ونزلت بقى بالشوكولاتة بتاعتي كلها عشان تصيح كده هوت وتبقى معايا سهلة وجميلة. ونسيبوها تصيح على البخار، ونجيبوا زبدة فيرن. يا حلاوتها يا حلاوة، الزبدة دي اجمل واحلى زبدة، انا متربية عليها من وانا قد كده والله العظيم ما ليها حل. تحطيها في اي حاجة ريحتها جميلة خالص وفلاحي كده وسايحة ونايحة. البتاعة ديت ما فيش بعد كده والله العظيم. اي حاجة عايزين تعملوها اعملوها بيها، وفي الفطير ملهاش حل. وادي الشوكولاتة صاحت وراحت مطرح ما راحت، ونزلت عليها بقى بجالوس الزبدة كده عشان خاطر يديها لمعة كده وريحة حلوة، وتقلبيها في قلب بعضها. مش عارفة اسودت مني ليه كده وطينت بالطين، بس مش مشكلة، هناخدها كده وتمسكيها كده وتملغصيها في قلب الشوكولاتة، وتحطيها على اي حتة حديدة تكون مصدية عندك زي انا ما عملت كده،
كده عشان تصفي الشوكولاتة بتاعتها. الله الله على المنظر يا ولاد، حاجة تفتح النفس خالص، حاجة خرف خرا خالص، وكله عرمة وعرمة زي العسل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ يا سلام. وتنزلي كده وتليطي وتملغطي ولا يهمك حد، دوسي اعملي اللي نفسك فيه. واهو بقى جاهز معايا احلى طبق من جلوط العمده. انا مش مصدقه نفسي، مفيش احلى من كده، والمنظر جميل قوي، اجمل حاجه في الدنيا. والجلوط كده تنك في نفسه وشيك قوي، اشيك جلوط مفيش بعد كده. يا سلام على جلاليط العمده دي، حاجه مفيش بعد كده من الحلاوه والجمال. منظرها يفتح النفس، ومن جوا قشطيه كده ودايبه دوب كده وفيها شده كده وحاجه انا مش عارفه والله العظيم انا عملتها ازاي، ببركه ربنا. واللي يغلب وما يعرفش يعملها يجلط جلوطه ويحط تحتها بسكوت ويطفح وهو ساكت. ما تجرفوناش بقى.